شو ديك الخوت اللي كنت ديجا درت لكم مراجعه عليها، كنت جبتها مع المنتجات. شو الخوت شا كتجبد لك الاناناس بطريقه زوينه. لاحظ معايا، صافي هاد الجلده كامله اللي فيها داك الشيء اللي تيكون حرش ما كيدخلش لك هنايا، يعني كتجبد اللب اللي زوين وكتخلي لك داك الشيء اللي خايب، يعني دوك الحرشين. لاحظوا معايا دابا هادي ولات بحال الكاس خاويه من الداخل، كتجبد لك اللب ديال الاناناس. لاحظ معايا صافي ملي كتبغي تحيدو راه كتحيد هادي بحال هكا. ها هي ديرينا باش كتحيد. دابا كنصور الخوت بيد وحده. نتوما الخوت فوالا. الا كانت شي وحده كتوحم معنا في الجروب ولا ريت تسمح ليا الخوت. المهم انتوما الخوت الاناناسه كتجبدها لك ناضيه، ما كاين لا تعذب راسك تبقى تنقي بديك الطريقه بالموس وتبدا تحيد هذوك اللعيبات اللي كيبقاو، يعني ما كيخليوش الماكله ديال الاناناس حلوه وزوينه. دونك هنا كيبقى لك اللب اللي نقي كديروا يا اما في العصير يا اما. دونك هاد لاباراي هادي راه زوينه الخوت، راه كاينه في تيمور، راه رخيصه، وها هو اللب كيبقى لداخل. شوف انا نجبدو لكم الخوت. ها هو الخوت. شوف اللب هانتوما الخوت. هذا ما كيتكالش، هذا قاصح. شوف العظم، هذا هو العظم ديال اللب، هذا هو العظم النواة، هذه الجلده، وهذا هو اللي عليه العمده هو الاناناس. هذا ما كان الخوت. اباراي زوينه، يعني ثقت فيها وعرفتها بانها تخدم ليا مزيان. دونك تبارك الله ناضيه، الثمن ديالها راه زوين في تيمو. هذا ما كان، يعني لا بانت لكم غير خذوها الخوت، كنقولها لكم من هنا.